يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الهزيمة من فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الخامسة. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فريق زد اف سي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري العام المصري يوم الجمعة المقبل 3 نوفمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويدخل نادي الزمالك المباراة القادمة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط بعد خوضه 5 مباريات، بينما يتواجد فريق زد اف سي في المركز الثالث ب9 نقاط. وسيخوض نادي الزمالك عدد من المباريات المهمة والقوية في شهر نوفمبر في بطولات مختلفة، حيث سيواجه نادي الزمالك بعد مباراة زد اف سي في الدوري المصري نادي بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر يوم الأربعاء 11 نوفمبر. ثم سيواجه نادي الزمالك فريق أبو سليم الليبي في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد 26 نوفمبر. ثم يختتم نادي الزمالك مباريات شهر نوفمبر بمواجهة فريق فيوتشر في الدوري المصري يوم الخميس 30 نوفمبر. وبذلك سيكون شهر نوفمبر مليئا بالتحديات لنادي الزمالك في مختلف البطولات، والتي سيسعى الفريق بقيادة مدربه أسوريو لتحقيق النتائج الإيجابية في كل المباريات القادمة ليظل الفريق منافسا قويا على كل البطولات التي يشارك فيها. وتضاءلت فرصة لحاق مصطفى شلبي لاعب الفريق عن مباراة زد القادمة في الدوري المصري بعد إصابته بكدمة في القدم في مباراة إنبي الأخيرة، ووضع البرنامج التأهيلي الخاص به.